عارفة الشعور لما تقابلي حد غرقان في مشاكله وبدل ما تمشي تحسي إنك الوحيدة اللي تقدري تنقذيه، وإن حبك واهتمامك هما العصاية السحرية اللي هتغير حياته للأفضل. لو ده بيتكرر معاكي دايما في علاقاتك فأهلا بيكي في فخ المنقذ. في علم النفس في مفهوم اسمه عقدة المنقذ. ده مش مجرد طيبة زايدة منك، ده احتياج جواكي إنك تكوني مهمة عن طريق حل مشاكل غيرك. انتي بتنجذبي للشخص المكسور أو الغلط مش عشان انتي حظك وحش، لكن عشان عقلك الباطن بيدور على حد يحتاجلك بشدة عشان تحسي بقيمتك من خلاله. الحقيقة الصادمة هي إننا أحيانا بنصلح في غيرنا الحاجات اللي مش قادرين نصلحها في نفسنا. الهروب لمشاكل الآخرين هو أسهل طريقة عشان ما نواجهش وجعنا الشخصي، بس النتيجة دايما بتكون واحدة: انتي بتستهلكي طاقتك وهو بيفضل زي ما هو، وفي الآخر بتخرجي انتي الضحية اللي محدش قدر تعبها. نصيحتي ليكي: طاقتك غالية، ومكانك الطبيعي هو إنك تكوني شريكة بتبني حياة، مش دكتورة نفسية بتعالج جروح قديمة. ابدأي انقذي نفسك الأول وحبيها كفاية، حبيها لدرجة إنك ترفضي تكوني في علاقة من طرف واحد بيدي بس. أنا سيلا، وقناتنا هنا هي مساحة لهدوئك وفهمك لنفسك. لو حسيت إن الكلام ده لمسك شاركيني تجربتك في التعليقات. هل فعلا كنت في دور المنقذ قبل كده؟ شكرا.